السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى تكونوا بصحة جيد. قبل ما نبدأ الحلقة أتمنى تقوموا باشتراك ولايك لو عجبكم المحتوى. صدمة كبيرة اجتاحت الأبواق الإعلامية الجزائرية بعدما أعدت اللجنة التفقدية التابعة لشركة ألمانيا عُهدت إليها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم لتفقد البنيات التحتية الرياضية للدول التي وضعت ترشيحها لتنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025 تقريرا أسودا بل صادما حول حالة الملاعب والطرق والفنادق الرديئة التي توجد بالجارة الشرقية والتي لا تستجيب لدفتر التحملات. وأعضاء من ذات اللجنة قاموا بزيارة تفقدية للمنشآت الرياضية الجزائرية، وقد صدموا أثناء زياراتهم لملعب يتفاخرون به، حيث وجدوه لا يستجيب لأبسط الشروط لاحتضان مباريات الكان. وقد أظهر شريط فيديو لأحد أعضاء اللجنة وهو في حال اندهاش عندما فتح باب إحدى المراحيض، حيث سرعان ما أغلقه وعبر عن استيائه من الحالة التي وجد عليها ذلك المرحاض. كما أن حنفيات المياه لذات الملعب وجدوا فيها ماء قليل وأخرى لا يوجد بها ماء بالمرة. وعند تفقد اللجنة للطرق المؤدية للملعب وجدوها مزدحمة وبيصعب لتنقل فيها بسلاسة، كما لاحظوا كثرة البارجات الأمنية مما ينتج عنها ازدحام أثناء المرور. وقال اللجنة في تقريرها بأن الملف الجزائري يجب إزاحته على الفور ولا يستحق المنافسة على تنظيم المونديال الإفريقي. وقامت الأبواق الإعلامية التابعة لحكام الجزائر بمهاجمة رئيس الجامعة فوزي لقجع، حيث قالوا بأنه هو من كان وراء التعاقد مع الشركة الألمانية المختصة في تقييم ملفات تنظيم التظاهرات الرياضية وإبعاد لجنة الكاف المكونة من أعضاء من الكونفدرالية الإفريقية. أتمنى تشتركوا معنا عشان نقدم محتوى حسنة وتفرحوني حبايبي.